العقار زمان ما كانش بس مباني، ده كان قوة ونفوذ وسياسة. الخديوي عباس حلمي الثاني والسلطان حسين كامل سنة 1892 شاب عنده 18 سنة استلم حكم مصر. الخديوي عباس حلمي الثاني أول ما استلم الحكم ابتدى يعمر المدن، وسع كورنيش اسكندرية، رصف شوارع القاهرة، ركب إنارة غازية، وعمل حدائق عامة. وظهرت ساعتها أحياء زي الزمالك وجاردن سيتي كأحياء راقية. وشبرا الخيمة والعباسية كانت بداية للطبقة المتوسطة إنها تمتلك عقارات. العقارات خلقت شغل ورفعت الاقتصاد، بس الإنجليز ما عجبهمش كده خالص. بدأوا يتدخلوا ويخلوا المشاريع تخدمهم أكتر من الشعب. وفي سنة 1914 قدروا إن هم يعزلوا الخديوي عباس حلمي الثاني ويعينوا مكانه السلطان حسين كامل. والدنيا اتشقلبت والحرب العالمية قامت، وبريطانيا أعلنت الحماية على مصر، وأي حاجة كان ليها علاقة بالمباني اتحولت لخدمة الجيش. والمقاولين بدل ما يبنوا مدن ابتدوا يبنوا مخازن وسكنات للجنود. الاستثمار العقاري وقف وبدأنا ندخل اقتصاد اسمه اقتصاد حرب، وابتدت الطبقة المتوسطة إنها تعاني. الإيجارات بقت غالية، الطلب زاد، والمباني السكنية قلت. وكل ده بسبب شركات أجنبية مدعومة من الإنجليز احتكرت السوق العقاري. كل البناء كان موجه للجيش مش للمواطن. يعني العقار في عهد السلطان حسين كامل ما كانش أداة تنمية، كان أداة حرب. من أول عباس حلمي اللي حاول يبني ويوسع ويكمل مسيرة والده وجده، لحد حسين كامل اللي شايف العقار بيتحول لمواقع عسكرية. السؤال هنا، لو ما كانش فيه احتلال تفتكر خريطة مصر هتبقى عاملة ازاي النهاردة؟ شاركني برأيك واستناني الحلقة الجاية.